النهاردة بقى نعمل مع بعض الكوارع كده بطريقة سهلة وبسيطة، وبجد لو مش بتحبيها راجعي نفسك، هعملها لك بطريقة بجد تحفة. تعالوا اوريكم بينا انا نضفتها ازاي وعملتها ازاي. اول حاجة انا جبت الكارع كده وخليت الراجل يقطعهولي ايه على 4. خلاص نضفته بقى حلوة قوي كده، شلت اي شعر صغير او اي حاجة ممكن تبقى مش مستحبة، وجبت شفرة كده، مكنة حلاقة، اي حاجة بقى عايزة، موس كتر، اي حاجة حادة كده، آلة حادة تشيلي بيها ايه كل الشعر والسواد اللي فيها. خلاص يعني بص انا همشي كده وهشيل الشعر الصغير، وهلاقي حتة سودة مش بتتشال من الناحية دي، هعكس بقى الشفرة هتتشال معايا بمنتهى السهولة. يعني بص هوريكم كده، بص انا شلت كده كل الشعر، لقيتها مش عايزة تتشال، عكست الشفرة كده اتشالت بمنتهى السهولة. خليتها بقى زي القشطة، يعني ما سبتش حتة، ما عملتهاش بالشفرة، شالت كل حاجة، الشعر الصغير وكل حاجة مش مستحبة. بجد الطريقة دي سهلة وبسيطة، وما خدتش معايا 10 دقايق حتى، يعني ما كملتش ال10 دقايق تنظيف، وخليتها بجد فلة. خلاص مسكتها كده بقى وشلت منها اي حاجة، بصوا لغاية ما بقت معانا زي القشطة زي ما انتوا شايفين كده. هعمل بقى كل الكمية يعني هعمل كل اللي معايا بنفس الطريقة كده. وبعد ما نضفتها وخليتها زي القشطة كده زي ما انتوا شايفين، هجيب بقى ايه اهو، بصوا بوريها لكم. هجيب بقى ايه حوالي ايه نص كوباية كده من الدقيق، وليمونتين، هعصر الليمون واحط القشر جواه. خلاص ومعلقتين كبار برضو من الملح، وادعك بقى كل الكلام ده حلو قوي لغاية بصي، يعني انا منضفاها حلو قوي، بس برضو عشان تاخدي شوربة نضيفة وطعمها تحفة لازم تعملي اللي انا بقولك عليه ده. هسيبها بقى حوالي نص ساعة كده في الدقيق والملح والليمون، ادعكه بس حلو قوي كده، وهسيبها نص ساعة، يعني نص ساعة وارجع بقى اوريها لكم. انا سبتها هنا حوالي نص ساعة، وبعدين هشطفها بقى حلوة قوي لغاية اما اشيل من طبعا الدقيق مع الملح يتكتل عليها كده فايه، فبشيله كده تحت المية. خلاص بتاخدي بقى احلى شوربة، وبجد نضيفة وطعمها حلو قوي. جبت مية مغلية كده وهنزل بقى في الكوارع. انا هنا ايه مش هستعمل، يعني مش هي دي الشوربة، هوريكم انا هعمل ايه. هسيبها حوالي 10 دقايق كده. بصوا بقى طلعت، برغم ان احنا مخلينا زي القشطة، بس بصوا بقى شوية الريم ده. هناخد بقى الكوارع كده، نرمي المية ونغسل الحلة ونشطف الكوارع. خدوا بالكم اللي انا بقوله ده لو عايزين تاكلوا كوارع 10/10. خلاص جبت بقى مية مغلية، حطيت فيها بصل ولورا، وهنزل بيها في الكوارع. عايزة بقى تحطي اي منكهات بتحبيها حطي، يعني عايزة مستكة، عايزة حبهان، اي منكهة، قرفة، اي حاجة بتحبيها بقى براحتك. انا عن نفسي بحط لورا وبصل بس. خلاص بعد ساعة ونص كده شفتها لقيتها استوت، رحت حاطه مكعب من المرق ومعلقه من الملح. بعد ما استوت نركز، انا اختبرتها بسكينه لقيتها استوت، نزلت بالماجي والملح والفلفل الاسود طبعا. خلاص وسبتها تاخد غلوة بقى مع الماجي والملح والفلفل الاسود كده، وكانت استوت معانا بقى وكانت دايبة يعني. انا هنا هخليها، انت عايزة تاكليها مثلا بالشوربة كده مرة واحدة براحتكم، يعني انا بصوا هخلي اللي هقدر هخليه. وبرضو العظم كان فيه، هي طبعا سخنة من نار يعني، فالعظم برضو كان فيه كده شوية حاجات، رجعته الشوربة تاني عشان اللي بياكل بقى يعني اللي ياكلها يقعد يمصمص كده في العظم. خلاص اللي هقدر هخليه هخليها كده بقى بمنتهى السهولة زي ما انتوا شايفين كده. هقطعها بقى صغير، يعني انا كنت عايزاها صغير عشان انا يعني هعملها في طاجن، فكنت حابة كده ان انا اقطعها صغير. خلاص هجيب بقى طاسة كده واحط فيها معلقة سمنة كده محترمة، وهنزل بمعلقة توم صغير، وهشوح كده فيها التوم شوية كده زي ما انتوا شايفين لغاية اما ياخد لون بسيط قوي. وبعدين هنزل بمعلقتين 3 من الصلصة، وهقلب بقى كل الكلام ده حلو قوي. وبعدين هنزل بالكوارع اللي انا خليتها. خلاص هنقلب تقلبتين، طبعا هي مستوية معانا وحرفيا دايبة يعني. وهنزل بقى ايه، يعني هقلبها كده في الصلصة والثوم تاخد من طعمها. وهنزل بكبشتين كده من شوربة الكوارع، او كبشة واحدة اللي يعجبك. خلاص ونقلب بقى كده، وهديها ايه رشة فلفل اسود بسيطة علشان يبقى الطعم كده ايه مظبوط. انا ما حطيتش ملح عشان انا حاطه الشوربه. خلاص
هنقلب بقى كل الكلام ده حلو قوي وخلاص. يعني انا بس عايزاها تاخد من طعم الصلصة والثوم. هجيب بقى طاجن كده واحط فيه الكوارع، هي ممكن تاكلوها بالطريقة دي براحتكم. وده كان ورق عنب عندي كده كنت عاملاه، رصيته كده يعني حطيت الكوارع وبعدين ورق عنب واديتها كبشة كده من الشوربة وحطيت بقية الكوارع كده على الوش، يبقى الكوارع من تحت ومن فوق. ودخلتها بقى الفرن لغاية اما استوى وطلع معانا بالمنظر ده. بجد كانت طعمها رهيب. جربوا كده لو مش بتحبيها مسلوقة، جربي الطاجن ده. وحتى لو مش عايزة تعملي ورق عنب، ممكن تدخلي كده الكوارع بالصلصة كده في طاجن، يعني يتشمع كده من تحت، وبعدين افتحي الشواية 5 دقايق هتاكلي احلى كوارع ممكن تدوقيها في